تعالوا بقى نقول الأول تحيا مصر وتحيا حكومات مصر وتحيا جيش مصر في الأول الكلام، وكله يكتب كومنت تحيا مصر. الناس اللي زعلانة اللي رغيف المدعم، طبعا أنا والله أنا زعلانة، أنا ما باخدش رغيف مدعم. الناس اللي زعلانة اللي رغيف ارتفع وبقى ب20 قرش. أنا عايزة أعمل لكم مقارنة بين الرغيف أبو جنيه السياحي اللي ال5 دول ب5 جنيه، خمس ترغيفة دول بجنيه. ال5 ترغيفة دول ده رغيف مدعم، ال5 ترغيفة بجنيه، وال5 ترغيفة السياحي دوت ب5 جنيه. ده الرغيف المدعم، ده رغيف مالي هدومه، رغيف محمل، رغيف تقيل، رغيف معمول برده، رغيف صحي ما شاء الله تبارك الله. ده الرغيف السياحي، شايفين؟ ده رغيف السياحة ابو جنيه اهو. ده شايفين الرغيف السياحة ابو جنيه عامل ازاي؟ شايفين الفرق؟ فرق قد ايه؟ يعني ده بجنيه الاولاني، ده السياحي ابو جنيه، وده ابو 20 قرش. اللي الناس زعلانة، اللي الناس اللي بتاخد الدعم على رغيف زعلانة، اللي الرغيف ده بقى ب20 قرش، والرغيف ده سياحي احنا بنشتريه عشان ما بناخدش تومين بجنيه. اول حاجه رغيف خفيف، شايفين الرغيف عامل ازاي؟ يعني التلات رغيفه من الرغيف ابو جنيه اللي احنا المفروض بنشتريهم ب3 جنيه، وزن الرغيف ابو 20 قرش. بما يرضي ربنا اقسم بالله وحياة عيالي، انا لو كلت رغيف من دوت ب5-6 من الرغيف السياحي، الرغيف المدعم ابو 20 قرش ده يشبعني عن الرغيف. بصوا عاملين، بصوا الناس اللي زعلانه اللي الرغيف بقى ب20 قرش، ده الرغيف بقى ابو جنيه، ده الرغيف ابو جنيه. بصوا عامل ازاي، جاي من الفرن عامل ازاي، ورق، كاني بعت جبت ورق. ده رغيف المدعم عند جارتي بتاخده بالتومين ب20 قرش. رغيف 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 يشبع الناس، ما تزعلش اللي الرغيف ده بقى ب20 قرش. الناس اللي بتاخد دعم على الرغيف والله ما تزعل اللي ده بقى ب20 قرش. امال احنا الناس اللي بتاخد بقى بتشتري سياحي. بصوا الرغيف، بصوا شكل الرغيف السياحي عامل ازاي، ورق رغيف. بصوا بجنيه لقمة بجنيه، رغيف ابو 20 قرش اهو. رغيف مالي هدوم اهو، تعمل منه سندوتش زي الفل. ده بقى يتعمل منه سندوتش ايه ابو جنيه؟ ده ابو جنيه، وده ابو 20 قرش. ده ابو جنيه، ده ابو 20 قرش، وده ابو جنيه. ده الرغيف المدعم اللي الدوله بتديه للناس ببلاش، وده الرغيف السياحي اللي ما بياخدش الدعم بيشتريه. عجب رغيف سياحي عجب. وده رغيف المدعم للناس زعلانه اللي هي بتاخده واترفع سعره ل20 قرش. نحمد ربنا ونقول الحمد لله، ويكفي اللي بلدنا تكون في امن وامان، ونقف جنب بلدنا. يعني لما يبقى ال5 ترغيفه دول بجنيه، واسره تانية بتشتري ال5 ترغيفه دول ب5 جنيه، وال5 ترغيفه دول يساوي 10 ترغيفه من دول، نحمد ربنا ونقف جنب بلدنا ولحد ما الدنيا تتظبط. وده الرغيف المدعم بتاع الدولة اللي الناس بتاخده على بطاقة التومين، وده الرغيف السياحي اللي احنا بنشتريه بجنيه، وبنحمد ربنا وبنقول الحمد لله، وعايزين المركب تمشي، وعايزين بلدنا تبقى في احسن حال. تحيا مصر، تحيا رئيسنا، وان شاء الله هتعدي، وان شاء الله بلدنا هتبقى احسن واحسن. واديكوا شايفينها جايبالكوا الرغيف السياحي والرغيف ابو جنيه. تحيا مصر.